القرعة في ناس كتير قوي اتكلمت عليها، وفي بعض النقاط اما انا اطلعت على الجدول للاهلي والزمالك وبيراميدز بالذات، حطيت ايدي على كام نقطة كده، قلت اطلع اعمل عليهم فيديو مع حضراتكم. انا اللي استوقفني ان اللي عمل احتجاج، اول فريق عمل احتجاج على القرعة، لا الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز، اللي اول فريق عمل احتجاج على القرعه دي حرس الحدود. الرابطه واتحاد الكره لما عملوا القرعه كان فيها مطالب طبعا للنادي الاهلي ان يبقى فيه بعض النقاط لابد من الاهتمام بيها، والزمالك نفس الكلام، والبيراميدز نفس الكلام، وكل الانديه تقريبا كل نادي بيقول ملاحظه قبل ما يتم القرعه. نادي حرس الحدود كان طالب من اتحاد الكره والرابطه ان المباريات الجماهيريه مع الاهلي مع الزمالك تبقى في ملعب الكليه الحربيه. طب هو ليه مش معمول في ملعب حرس الحدود في الماكس؟ لغايه دلوقتي الموضوع ده مبهم ومش معروف ايه سببه. بس النقطه اللي انا عايز اقف عندها معاكم في الكلام ان مباراه الاهلي وحرس الحدود مش هتتعمل في الكليه الحربيه، ملعب الكليه الحربيه، هتتعمل في استاد برج العرب. يعني لا اتعملت في المطلب بتاع حرس الحدود ان المباريات الجماهيريه تبقى في الكليه الحربيه، ولا هتتعمل في ملعب حرس الحدود في الماكس، لا هنا ولا هنا، وطلع في مكان بعيد خالص في برج العرب. الكلام ده طبعا ما بيخدمش النادي الاهلي، عشان بس ايه القيل والقال اللي بيتقال ان في مجاملات بتحصل للنادي الاهلي. لو هي في مجامله للنادي الاهلي كان المباراه دي اقيمت في استاد الكليه الحربيه في القاهره، انما فجاه كده الماتش ده هيتلعب في برج العرب.